في مواجهة موجة متزايدة من معاداة السامية ومعاداة الصهيونية اللي ما تفرقش عن كراهية اليهود. الموجة دي اجتاحت العالم كله، ودلوقتي بقت مسيطرة على الثقافة الشعبية وعلى جزء كبير من الصحافة السائدة، وبقت مقبولة أكتر وأكتر في الخطاب السياسي. اليهود يقدروا يعملوا إيه؟ بدل ما نستسلم قدام الصعوبات الكبيرة دي، الحل هو أننا نقاوم ونسترجع روح أيام المجد لنشاط اليهود الأمريكيين لما كانوا بيدافعوا عن يهود الاتحاد السوفيتي. بمعنى تاني، جه الوقت أن اليهود الأمريكيين يبدأوا يتصرفوا زي الريفيزنك. النهاردة في برنامج فكر مرتين هنتكلم عن إزاي نستعيد عقلية الريفيزنك مع مؤلف كتاب جديد بيشرح لنا إزاي نعمل كده. أهلاً وسهلاً بكم في برنامج فكر مرتين. من 40 سنة اليهود الأمريكيين كانوا متحدين وراء حركة ناشطة كانت على وشك تحقيق انتصار تاريخي. الحركة اللي كانت بتدافع عن حرية اليهود السوفيت بدأت صغيرة، لكن في أواخر الثمانينات كانت جمعت دعم واسع لليهود السوفيت اللي منعوا من الهجرة، محبوسين في إمبراطورية موسكو الشريرة. وده وصل لذروته في مسيرة ضخمة في واشنطن سنة 1987 اللي كانت مؤشر لسقوط جدار برلين، وقدرة لحد 2 مليون يهودي إنهم يهاجروا للحرية في إسرائيل وأمريكا. بس السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا دلوقتي هو إيه في الوقت اللي اليهود الأمريكان بيعانوا دلوقتي من موجة غير مسبوقة من معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، وده كره صريح لليهود؟ ليه؟ نفس المجتمع ده مش قادر يوجه روح النشاط اللي كان عند يهود الاتحاد السوفيتي عشان يدافع عن نفسه. وده مهم جدا، خصوصا ان جزء كبير من الكلام اللي بيتكرر من غير تفكير من الناس اللي بيتهموا إسرائيل ظلما بالإبادة الجماعية أو أنها دولة فصل عنصري اتكتب في الستينات والسبعينات على إيد دعاة الدعاية السوفيتية اللي كانوا بيحاولوا يقمعوا معارضة اليهود عندهم ويضعفوا خصوم الشيوعية الأمريكان في الخارج. السوفييت هم اللي اخترعوا اللي الباحثة إيزابيلا تابروفسكي بتسميه معاداة الصهيونية المبنية على نظريات المؤامرة، ولسه الأفكار دي موجودة لحد النهاردة، وبقت الأساس لمعظم الافتراءات وافتراءات الدم اللي بتتقال عن إسرائيل واليهود دلوقتي. ورداً على الأفكار السامة دي، تابروفسكي كتبت كتاب جديد هدفه يلهم ويعلم الشباب اليهود إزاي يردوا على موجة الكراهية الكبيرة اللي موجهة ليهم ولشعبهم. وإحنا مبسوطين إنها معانا النهاردة عشان نتكلم عن الموضوع ده. إيزابيلا تابروفسكي باحثة في معاداة الصهيونية السوفيتية ومعاداة السامية المعاصرة. هي باحثة أولى في معهد زد 3 للأولويات اليهودية، وكانت باحثة زائرة في مركز ويلسون ومؤسسات تانية. اتولدت في الاتحاد السوفيتي وهاجرت للولايات المتحدة وهي مراهقة. قبل ما تلتحق بجامعة هارفارد هي كاتبة مساهمة في مجلة تابلت، وبتكتب في منشورات تانية كتير، وبتدي محاضرات على نطاق واسع. وهي مؤلفة كتاب كن رافضنيك، دليل البقاء للطالب اليهودي. إيزابيلا تابروفسكي، أهلاً بيكي في برنامج فكر مرتين. شكراً جزيلاً على استضافتي. شكراً جداً إنك خصصتي وقتك علشان تنضم لينا النهاردة. حابب أبدأ بسؤالك عن ليه تاريخ حركة الدفاع عن يهود الاتحاد السوفيتي مهم جداً بالنسبة للتحديات اللي بيواجهها اليهود النهاردة. هو مهم لعدة أسباب. هو مهم بسبب الناس اللي الحركة دي كانت بتدافع عنهم، وبسبب اللي عملته كمان في الجانب الأمريكي. أنا شايفة إن اللي حاولت تعالجه هو معاداة السامية في الاتحاد السوفيتي، واللي كانت بتظهر بنفس الطريقة تقريباً زي اللي بنشوفها النهاردة. اليهود السوفييت اللي عاشوه كان فعلاً معاداة للصهيونية. انتي عارفة، الاتحاد السوفيتي دخل التاريخ كدولة كانت بترعى معاداة السامية بشكل رسمي، بس في الحقيقة هيكون أدق لو قلنا إنها كانت دولة بترعى معاداة الصهيونية بشكل رسمي.
وعشان كده بالظبط أنا بدأت أكتب عن الموضوع ده من سنين، لأني كنت شايفة اللي جاي على أمريكا كانت نفس اللغة، نفس الأفكار، نفس العالم المفاهيمي، ونفس المنطق التفسيري. وعشان كده بدأت أبحث وأستكشف وأكتب عن الموضوع ده. وعلى الجانب الأمريكي كانت حركة دعم يهود الاتحاد السوفيتي مهمة جداً، لأنها جمعت اليهود الأمريكيين وكمان اليهود البريطانيين على فكرة، وكمان اليهود الأستراليين والإسرائيليين في معركة من أجل حقوقهم ومن أجل وجودهم كشعب فعلاً. أنا أعتقد إن ده إدى لليهود الأمريكيين فرصة إنهم يدافعوا عن الشعب اليهودي، وأعتقد إن ده بيكون مثال قوي جداً في اللحظة دي. شكرا أنكم تابعتونا في برنامج فكر مرتين. سواء كنتم بتسمعونا على أي منصة بودكاست أو بتتفرجوا علينا لايف على فيسبوك أو إكس أو على قناة JNS على يوتيوب، يا ريت تعملوا لايك أو سبسكرايب لJNS واضغطوا على الجرس عشان توصلكم الإشعارات، وادونا تقييمات كويسة. وكمان بجانب برنامج فكر مرتين في بودكاست يومي لجوناثان توبين، اللي فيه بشارك معاكم أخبار وتحليلات أكثر عن أهم القضايا اللي بنواجهها النهاردة. تقدروا تلاقوا البرنامج اليومي تحت اسم جوناثان توبين ديلي على قناة JNS في أي مكان بتسمعوا فيه البودكاست بتاعكم. ودلوقتي نرجع لبرنامج النهاردة. أيوة، ده من زمان قوي، من 40 سنة. بس الفرق بين نجاح حركة يهود الاتحاد السوفيتي، مع أني لازم أضيف أنها بدت صغيرة جدا في الولايات المتحدة وبعدين كبرت لحد ما شملت المجتمع كله. بس الفرق بين نجاح حركة يهود الاتحاد السوفيتي والاستجابة اللي ممكن نقول عليها غير متماسكة وغالبا غير كافية من اليهود خارج إسرائيل للأزمة الحالية واضح جدا. في كتابك بتتكلم عن عقلية الريفيوزنيك زي ما بتسميها. إيه هي العقلية دي؟ وإزاي استرجاعها ممكن يساعد اليهود مش بس إنهم يواجهوا تحديات النهاردة، لكن كمان يهزموا المعادين للصهيونية اللي في الأساس هم معادين للسامية؟ طيب أعتقد عشان أجاوب على السؤال ده لازم الأول نرجع ونسأل يعني إيه ريفيوجنيك؟ المصطلح ده معناه إيه بالظبط؟ أيوة. فأنا أعتقد إنه دايماً بيتفكر فيها كأنها يعني اليهود اللي ما قدروش يهاجروا من الاتحاد السوفيتي. ما كانش ينفع تهاجر من الاتحاد السوفيتي، كان ممنوع. بس اليهود قدموا طلبات للهجرة بعد حرب الستة أيام، اتشجعوا جداً بانتصار إسرائيل في حرب الستة أيام، وفهموا إنهم عايزين يكونوا جزء من الدولة اليهودية. خلاص ما عادوش عايزين يكونوا جزء من قصة الاتحاد السوفيتي، بقوا عايزين يكونوا جزء من القصة اليهودية. وقدموا طلباً للهجرة، لكنهم اتعرضوا للرفض، اترفضوا. وده كان بداية المصطلح اللي بيقول عليهم الرافضين أو المرفوضين، هم اترفضوا. بس كان في مصطلح تاني أو طريقة تانية نبص بيها للموضوع وطريقة تانية نفكر بيها، وفي الحقيقة قادة الحركة ونشطائها كانوا بيفكروا في نفسهم بالطريقة دي، إن قبل ما الدولة ترفضهم هم اللي رفضوا الدولة، وهم رفضوا، والأهم بالنسبة لنا النهاردة رفضوا الصفقة اللي الدولة عرضتها عليهم. رفضوا الفكرة دي، إنهم متوقع منهم يعيشوا في بيئة معادية كيهود ويقبلوا أو يسكتوا على الأفكار المعادية للصهيونية اللي كانت منتشرة في كل مكان. أنت عارف الاتحاد السوفيتي عمل حملة ضخمة جداً ضد الصهيونية ابتداءً من سنة 1967 وما بعدها. هو كان دايماً ضد الصهيونية، بس سنة 67 هي اللي بدأت فيها الحملة بشكل مركز فعلاً، سواء جوه البلد أو براها. وعشان كده هم بيقولوا إحنا رافضين ده، مش عايزين نعيش بالطريقة دي، إحنا يهود. وبالمناسبة إحنا كمان رافضين فكرة إن علشان الناس تقبلنا لازم نتخلى عن كل جزء من هويتنا اليهودية أو أفكارنا اليهودية، عارفة؟ وهم مش هيقبلوا ده أصلاً. وأعتقد إن دي كمان درس مهم جداً في اللحظة دي. اليهود اللي حاسين إن ممكن لازم يتخلوا عن أفكار معينة عن معنى إنهم يهود، أو يتخلوا عن الصهيونية بتاعتهم، أو يتخلوا عن ارتباطهم بإسرائيل، وبعد كده هيتحبوا ويتقبلوا في الأوساط التقدمية. بس هم غلطانين
تاريخياً إحنا عارفين إن ده عمره ما حصل. كل ما تتنازل أكتر كل ما هم عايزينك تتنازل أكتر، وده بيحصل دلوقتي فعلاً. إحنا شايفين ده بيحصل مع كبار اليهود المعادين للصهيونية زي بيتر باينارت، عارفين؟ هم فعلاً بيواجهوا ده دلوقتي. وعشان كده عقلية الرافضين في الأساس في رأيي هي التحدي ورفض قبول الفتات اللي بيتقدم ليك مقابل إنك تتخلى عن هويتك اليهودية. وعشان كده بدأت الكتاب. أول فصل عندي هو استرجاع صهيونيتك. كل فصل في الأساس هو درس جاي من الحركة دي، وكمان من مقابلاتي مع النشطاء اليهود الشباب. النهاردة فاسترجاع صهيونيتك هو اللي عمله الرافضين زمان، وهو كمان اللي بيعملوه الشباب اليهود الأمريكان في الجامعات اللي بقوا قادة أو بيبقوا قادة دلوقتي، لأنهم فاهمين إنك ما ينفعش تتخلى عن الصهيونية. هم بيقولوا لك تتخلى عنها لكن لازم تسترجعها. فيه درس تاني عن رفض دور الضحية. فيه قصة مثيرة جدا مرتبطة بالرافضين. هم قابلوا مؤلف كتاب الخروج ليون يوريس. الخروج كان رواية مشهورة جداً اللي وصفت تأسيس الدولة وتحولت لفيلم مشهور جداً. وعلى فكرة ليون يوريس جه الاتحاد السوفيتي أظن في الثمانينات وقابل اليهود السوفييت الممنوعين من الهجرة، وحاجة من اللي قالها إنه قال كنت متوقعكم تكونوا ضحايا بس انتم مش كده، أنتم مضطهدين. اليهود السوفيات الممنوعين من الهجرة استحملوا سنين في الجولاج. كان الكي جي بي بيتتبعهم في كل خطوة، ومع ذلك ما كانوش ضحايا ولا عمرهم فكروا في نفسهم بالطريقة دي. والنشطاء الشباب النهاردة في الجامعات كمان بيقولوا نفس الكلام، يعني هم وصلوا لنفس الفكرة لوحدهم، مش علشان درسوا التاريخ ده لوحدهم. بيقولوا إحنا ما ينفعش نكون ضحايا في قصتنا، لازم نكون أبطال في قصتنا. وعشان كده في تغيير في طريقة التفكير أنا شايفة إنه ضروري جداً علشان نقدر نعدي اللحظة دي. أيوة أنا معك. عندي رد فعلين قويين جدا على اللي أنت لسه قايله. أول واحد لما تتكلم عن أنك تكون بطل وتستعيد ده في مواجهة بعض من أسوأ الحشود ذي، زي الحشود المعادية للصهيونية والمعادية لليهود. في الجامعات القادة اليهود في البداية كانوا بيقولوا لليهود يفضلوا في أماكنهم كنوع من الحماية، ارجعوا البيت، ما تروحوش، ما تواجهوهمش، مش بس ما تتحدوهمش، لا سيبوا الحرم الجامعي. وده عكس تماما روح حركة يهود الاتحاد السوفيتي، للناس اللي كبار كفاية ويفتكروا الموضوع ده. وكمان أنا حبيت القصة اللي في كتابك لما حكيت عن واحد من مرفوضي الهجرة لما قابل ليون يوريس لما جاء للاتحاد السوفيتي زي ما أنت عارف، وحكى لهم عن إزاي يعني في الملخصات اللي كانت روايته كانت زي ما أنت عارف ترجمت وكانت بتتنقل من إيد لإيد بين الناس، وكلهم كانوا بيقروها ومبسوطين بيها جدا. وأول رد فعل ليوريس كان اتصل بمحامي. يعني هم زي ما أنت عارف بيسرقوا كتابي وأنا مش باخد أي حقوق ملكية. قبل ما تدرك هم فعلا بيعملوا إيه. صح بالضبط. كتابه كان مصدر إلهام كبير لليهود السوفييت وللرافضين. فيه مقولة منسوبة لشارانسكي عمري ما قدرت أتأكد منها، بس بتقول حاجة زي يعني اديني مش عارفة 10,000 نسخة من رواية يوريس وأنا هحول كل اليهود في الاتحاد السوفيتي لصهاينة. مش عارفة إذا كانت حقيقة ولا لأ، بس فعلاً كان ليها تأثير. اللي قروا الكتاب فعلاً اتأثروا بيه بشكل كبير جداً، وبقوا في الحقيقة فيه ناس كده. في قصص كتير جداً عن الريفيوجنكس اللي بيقولوا إن حتى أصحابهم وقرايبهم اللي عمرهم ما كانوا صهاينة لما قروا الكتاب اتأثروا بيه، وفجأة حسوا بارتباط قوي جداً بالأرض وبالدولة وبالقصة اللي ورا تأسيس الدولة، لدرجة إن ده فعلاً خلاهم يبقوا صهاينة. أيوة زي ما أنت عارف دي فصل مثير للاهتمام في تاريخ اليهود وتاريخ الأدب اليهودي. ليون يوريس كان روائي مشهور، هو ما كانش له تقدير كبير في الأوساط الأدبية حتى في الأوساط الأدبية اليهودية، بس مع ذلك كتابه كان له تأثير ضخم أكبر بكتير من اللي أي حد كان متخيله وقت ما نزل.
وده لأنه لبى احتياج الناس لاستعادة الهوية اليهودية. دلوقتي أنا عايز أتكلم عن الست استراتيجيات اللي أنت كتبت عنهم في الكتاب، وفي زي ما بتقول أنت دمجت قصص حركة يهود الاتحاد السوفيتي مع قصص النجاحات الحالية. أول واحدة فيهم كانت استعادة صهيونيتك. دلوقتي ده شيء مثير للاهتمام. أنا نفسي اتكلمت مع طلاب يهود، وأحيانا بتسمع، أنا فاكر طالب شاب كان نوعا ما قائد يهودي في الجامعة، وكانت مشهورة جدا على السوشيال ميديا في المدرسة دي، وكانوا بيسموها ليتل ميس صهيونية، وهي فعلا تقبلت اللقب ده. يعني كانت بتقول أيوة ده أنا. بس الحقيقة أن معظم الشباب اليهود اللي عاشوا في عالم الوقت بتاع التعليم الأمريكي في مكان بسبب صعود نظرية العرق النقدية والتقاطعية والاستعمار الاستيطاني والصهيونية، بقى اليهود يعني إسرائيل بقت كلهم بيتصنفوا كمضطهدين بيض، وده كذبة كبيرة، وبيبقى صعب جدا على الناس إن هم يسترجعوا صهيونيتهم. أنا شايف إن في بعض النواحي الموضوع أصعب دلوقتي من أي وقت فات. أنا فعلاً أعتقد إنك غالباً عندك حق. أظن إن ده وقت صعب جداً، والحاجة اللي قلتها في الكتاب واللي شايفاها مهمة جداً، ودي كمان حاجة أخدتها من واحدة من النشطاء اللي عملت معاها مقابلة، أديلا كوهب، اللي بتقول: عارفة، مش كل الناس ينفع يكونوا نشطاء، ومش كل الناس لازم يكونوا نشطاء. يعني ممكن تكوني عايزة تكوني مدافعة بدل ما تكوني نشطة. هي بتعتبر نفسها مدافعة، وبتشرح في الكتاب الفرق بينهم. بس أنا هروح أبعد من كده كمان. أنا شايفة إنه لو بصيتي على حركة يهود الاتحاد السوفيتي، ولو بصيتي على حركة الممنوعين من الهجرة، يعني الناس اللي اترفضت طلبات هجرتهم اللي في قلب الاتحاد السوفيتي اللي كان قوي جدا، صح؟ هما ما عندهمش أي قوة فعلا، بس الطريقة اللي نظموا بيها حركتهم، يعني مش كل واحد فيهم زي ناثان شارنسكي. مش كل الناس بتتحدى النظام في كل خطوة بالطريقة دي. ومستعد يعاني زي ما هو عانى. أيوة بالظبط. 9 سنين في الجولاج في أقصى السجون، ومعاها القناعة أو الإصرار إنه مش هينفذ أي أوامر الكي جي بي بتديها له، وده الحد الآخر خالص. يعني هو كمل على كده للنهاية. مش كل الناس تقدر تكون كده، ومش كل الناس حتى محتاجة تكون كده. فده يعني أنا بفكر في ده كأنه دوائر حوالين بعض. ففي ناس زي شارانسكي، ويمكن كمان يعني في يمكن حوالي 20 أو 30 واحد تانيين بقوا معروفين جدا كممنوعين من الهجرة، واللي بقوا يعني هم اللي اليهود الأمريكان اتجمعوا حواليهم، بقوا رموز للحركة. وبعدين حواليهم كان في دايرة حواليهم من النشطاء، يمكن نقول مثلا كام ميت شخص أو شوية ميات اللي كانوا بيدعموهم. مين بقى؟ مين اللي شارك فعلاً في طباعة الأدبيات اللي اتنشرت بشكل ذاتي؟ مين اللي كان بيكتب نسخ رواية ليون يوريس بالليل متأخر، صح؟ هم كانوا زي ما تقول كده بيتواصلوا مع المساجين في الجولاج. يعني دول كان 100 شخص برضو، وهم كمان كانوا في خطر، يمكن يكونوا في خطر أقل من الناس اللي في النص. وبعدين في دايرة أوسع حواليهم، بس إحنا حتى مش عارفين كام واحد كان مرفوض يخرج. إحنا مش عارفين، يمكن كانوا عشرات الآلاف، يمكن أكتر. عارفة، وبعضهم كمان بيشاركوا في الحركة، بس بطريقة أصغر وأهدى بكتير. وعلى فكرة في الدايرة التانية دي في كمان مدرسين عبري كانوا مستهدفين بشكل استثنائي من الكي جي بي. وبعدين في الدايرة الخارجية دي، عارفة، في ناس بييجوا يحضروا دروس العبري دي. دول ناس ممكن يكونوا بينقلوا الحاجات دي من مكان لمكان بهدوء في شنطتهم ومحدش يعرف، أو يمكن يروحوا يشتروا ورق للمشروع ده بتاع النشر الذاتي، عارفة؟ يعني أو يمكن هم ناس عاديين بيتكلموا في مطبخهم وبيقولوا لأولادهم اللي رجعوا من المدرسة قالوا لي إن إسرائيل هي المعتدية، وإن إسرائيل بتقتل الستات والأطفال العرب لمجرد التسلية. عارفة؟ فممكن كل اللي تعمليه إنك تقولي لأولادك إن ده كذب. فأنا شايفة إننا في الوضع ده دلوقتي مش لازم كل الناس تقف قدام الحشود. ده مش لكل الناس، مش كل واحد يقدر يكون شابوس جيستنباوم.
ومش كل واحد يقدر يكون يالي أوكوبي اللي موجودة على السوشيال ميديا وبتحارب فعلا هناك. وأنا عارفة إن ده مش سهل عليه، يعني كلهم عندهم عواقب في حياتهم المهنية وعارفين إن في عواقب لكل اللي بيعملوه، بس هم اختاروا طريق ده. بس مش لازم كل الناس تكون كده. أنا شايفة إن اللي فعلا مهم هو إنك لو قريت الكتاب ده وخدت الدروس دي كخريطة داخلية لنفسك، أعتقد إن ده في حد ذاته مهم جدا. وبصراحة الموضوع بيحزنني إن أقول كده، لأننا بنقول الكلام ده في الولايات المتحدة، صح؟ في الولايات المتحدة اللي جيت ليها من 30 سنة، وكنت فاكرة إنها بلد ممكن تكون فيها حرة وتقول اللي بتؤمن بيه، وكمان أكيد ممكن تكون حرة وتعيشي يهوديتك علناً. أنا فاكرة كويس جداً لما حصلت لي التجربة دي، أول ما بدأت ألاقي طريقي ناحية اليهودية، وكنا قاعدين في بيت حد يوم السبت وبنغني أغاني والشبابيك كانت مفتوحة، وفكرت قد إيه ده رائع، إني مش مضطرة أستخبى كيهودية، إني بغني بصوت عالي في الشارع. عارفة؟ عشان كده الموضوع محزن جدا بالنسبة لي إن ده اتغير، بس علشان كده أنا شايفة إن الدروس دي مهمة جدا. حتى أهم حاجة دلوقتي أقدر أقول هي إن الشباب في الجامعات ما يسمحوش للدعاية تأثر عليهم بالنسبة للشباب اليهود، لأن في دعاية كتير جدا موجهة فعلا علشان تبعدهم عن تقاليدهم وتفصلهم عن كل ما يشكل هويتهم كيهود. ويا ترى يعني هل التأثير ده هل ممكن الكتاب ده يعني هل ممكن ينقذ الكل؟ غالباً لأ، بس يعني إن شاء الله يقدر يساعد بعض الناس. دلوقتي تاني جزء في استراتيجيتك بتسميه ثقف نفسك فيه. بتتكلم عن الجهود لزيادة معرفة اليهود باليهودية في الاتحاد السوفيتي السابق، اللي فيه التعليم اليهودي واليهودية والصهيونية واللغة العبرية كانوا ممنوعين تقريبا لعدة عقود. دلوقتي مع أن الظروف مختلفة تماما، بس ده بيخليني أفكر إزاي كتير من اليهود الأمريكان بطريقتهم الخاصة جاهلين باليهودية، زي يهود الاتحاد السوفيتي اللي كانوا مقطوعين عن العالم اليهودي. بالظبط كده، وعلى فكرة أخد مني وقت عشان أفهم ده. أنا فاكرة يهود أمريكان مولودين في أمريكا قالوا لي إن من ناحية المعرفة الدينية مفيش فرق كبير. في الأول ما كنتش مصدقة، لكن دلوقتي فعلا شايفة إن ده حقيقي. وبصي أنا شايفة إن كتير مننا في العالم اليهودي بقينا بنتكلم دلوقتي عن إن التعليم اليهودي محتاج يتغير تماماً، لأن الموضوع مش بس زيادة التعليم اليهودي، لأننا عارفين إن كتير من اليهود المعادين للصهيونية اللي ضد كل حاجة ضد الشعب اليهودي وضد علاقتنا بإسرائيل كانوا واخدين تعليم يهودي. فالسؤال هنا هو أي نوع من التعليم اليهودي؟ أنا في الحقيقة شايفة إن اللغة العبرية ليها نفس الأهمية لليهود الأمريكيين زي ما كانت ليها لليهود السوفيت، لأنك فعلاً مش هتقدر. في ثقافة عبرية كتير جداً وفي ثقافة يهودية كتير اتخلقت بالعبرية ومش هتقدر تتواصل معاها فعلاً. أنا شايفة إنك مش هتقدر تتواصل بشكل كامل مع شعبك لو ما عندكيش على الأقل شوية مهارات أساسية للفهم، للقراءة وللسمع. عارفة، أنا دايماً بتكلم عن الموسيقى الإسرائيلية، إزاي لما بدأت أتعلم عبري وبدأت ألقط جملاً من الطقوس الدينية في موسيقى إسرائيلية علمانية تماماً، وفاكرة قد إيه كان إحساس مذهل بالنسبة لي. كنت مستغربة، ده فنان مش متدين خالص، بس الجمل دي من الصلاة العبرية ومن التوراة جزء كبير من وعي الإسرائيليين لدرجة إنهم بيحطوها في أغانيهم. الموضوع كان مدهش جدا بالنسبة لي، ولو مش بتعرف عبري هيفوتك كل ده. لازم يكون في تعليم أحسن عن إسرائيل، وكمان عن الصهيونية. عن أنت عارف ومش كنوع من الدعاية، لأ، يعني انسى الدعاية. الناس بس مش عارفين القصة، عارف، فالناس محتاجة تتعلم القصة دي. وكمان أحب أضيف إني شايفة إنه الشباب لازم يعرفوا قصة اللي حصل لليهود السوفييت وقصة معاداة الصهيونية وجاية منين وإزاي تم استخدامها لقمع اليهود في الماضي لعقود طويلة. الموضوع موثقا كويس جدا وأعتقد إنه مهم جدا.
وكمان أنا شايفة إن المدارس الأمريكية فعلاً أثّرت في التعليم لما فشلت إنها تدرس عن الشيوعية وعن الاتحاد السوفيتي. إزاي يعني الناس خصوصاً اليهود بيعتقدوا إن معاداة السامية جاية بس من ألمانيا النازية؟ وده فعلاً مأساة. فكل ده لازم يتغير يعني، لكن لحد ما الأنظمة تتغير أنا شايفة إن الشباب لازم يدوروا على المعرفة دي بنفسهم، زي ما اليهود السوفييت الممنوعين من الهجرة كانوا بيدوروا على المعرفة عن إسرائيل والصهيونية والعبرية. أيوة، أنا شايف إن ده حقيقي جدا. دلوقتي استراتيجيتك الثالثة بتسميها لاتي رفقائك في النضال. دلوقتي المشكلة لليهود في أمريكا الشمالية هي إن واحدة من أكبر مشاكلهم إن حلفائهم التقليديين خانوهم من بعد 7 أكتوبر. فالسؤال هو، مين هيكون حلفائنا النهاردة؟ عارفة أنا بحب السؤال ده لأنه بيطلع كل مرة بدي فيها محاضرة، ودايماً بقول إحنا مش لوحدنا فعلاً، في ناس عايزين يكونوا معانا وفي ناس فعلاً معانا وعايزين يفضلوا معانا. المشكلة إنك مش بتحبيهم، وده يعني ده تغيير نفسي لازم يحصل، عشان في ناس رائعة، في مسيحيين صهاينة في كاليفورنيا حققوا نجاح كبير في التعاون مع الجاليات الهندية، في ناس رائعة عايزين يكونوا في صفك ويدعموك. لازم يحصل تغيير. الارتباط ده والفكرة إن اليسار بس هو الحليف الجدير ده عكس، هو ضد الواقع. عارفة الناس بتبدأ تتكلم عن إزاي في العشرينات عمهم إيرف كان مش عارفة في منهاتن السفلى، كانوا حي صناعة الملابس كانت بتقود المظاهرات، وكل ده راح، كل ده انتهى. بصي على اليسار دلوقتي، اليسار فقد مصداقيته تماماً، بقى متخلف. الموضوع كله عن قلب القيم الأخلاقية. إزاي تقدري تقولي إن الناس اللي على اليسار أحسن من المحافظين الوسطيين العاديين؟ ده تغيير فعلاً لازم يحصل. أيوة، أنا شايف إنه يعني هو مش منطقي، بس عندك حق تماما. كثير من اليهود ببساطة مش مدركين إن في عشرات الملايين من المسيحيين الأمريكيين اللي هم مؤيدين متحمسين لإسرائيل، بس عشان هم مختلفين معاهم في قضايا تانية، سواء كانت الإجهاض أو حاجة تانية، بيعتبروهم خارجين عن المقبول، أو يعني بيتكلموا عن أن في بعض الناس ممكن يعتقدوا أن اليهود هيعتنقوا المسيحية لما يعني يسوع يرجع. والموضوع كده هو أنت أصلاً شايف إن يسوع هيرجع؟ طيب إيه اللي مقلقك؟ بس الكلام ده مش بيأثر فيهم، لأن دي حاجات ثقافية، وكمان يعني الموضوع كله سياسة. وزي ما دايماً بقول، في أمريكا النهاردة وفي كتير من العالم الغربي كمان، السياسة بقت بتلعب الدور اللي الدين كان بيلعبه في حياة الناس. فده اللي فعلا ليه معنى كبير بالنسبة لهم، وعشان كده هم مترددين جدا انهم يتواصلوا مع اصحابهم او يعترفوا بده. عارف يعني مهما الصورة باين عليها سوداوية دلوقتي في 2020 وفي مايو 2026 مع زيادة معاداة السامية، عارف اليهود مش لوحدهم في البلد دي، وعارف الدعم للصهيونية كبير ومتجذر في الحمض النووي السياسي لأمريكا، بس ده مش اللي بتسمعه. صح، ده بالظبط الصح. عارف أنا كتير بتكلم عن الموضوع ده، زي علاقات الأزواج. هو عارف، زي اليسار، اليهود في أمريكا بطريقة ما فاكرين إن التحالف مع حد تتجوزهم، بس ده مش كده خالص. عارف أنت عادي إنك تكون مع حد بس عشان في شوية نقاط اتفاق بينكم. وعلى طول بقول، زي ما كنت فاكر إنك متجوز اليسار، بس اليسار مشي واتجوز حد تاني ومش هيرجع تاني، فلازم تبطل تفضل تفكر في اللي مشي وتبدأ تبص للناس اللي عايزين يكونوا معانا. أيوة، ده كلام مظبوط، التشبيه ده في محله فعلا. ودلوقتي استراتيجيتك الجاية في كتابك بتسميها اعمل الحاجة اللي مش متوقعة. ودلوقتي المثال اللي ذكرته عن يهود الاتحاد السوفيتي هو لما بعض اليهود حاولوا يختطفوا طيارة، والمثال المعاصر اللي ذكرته هو يهودي بيرفع قضية على جامعة دلوقتي.
في فرق كبير بين الحاجتين دول. وعلى قد ما احنا مش عايزين نشجع اليهود إنهم يعملوا اختطاف أو يرتكبوا جرائم هنا في بلد فيها قانون مش زي الاتحاد السوفيتي، لازم برضو يبطلوا يمشوا على قواعد المعادين للسامية. دي هي النقطة الأساسية، مش كده؟ بالضبط كده. وأنا فعلا وضحت النقطة دي في الكتاب علشان أأكد إني مش بدعو هنا لاختطاف في الطيارات، بس التصرف بطرق أكتر إبداعية. عارفة، مش لازم بس. فاكرة إنه في وقت بعد 7 أكتوبر في جامعة ما، حتى مش فاكرة أنهي جامعة، بس الجامعة منعت اليهودي من المرور، وبعدين اليهود اضطروا يدخلوا من مدخل تاني. وما قدرتش أصدق إنهم فعلاً عملوا كده، يعني إنهم ما وقفوش وقالوا ليه مش قادرين نمشي من هنا. عارفة، ده في الآخر بالظبط اللي شابوس كاستنباوم عمله في الفيديو اللي انتشر على النت، واللي أنا كمان وصفته في الكتاب، وكثير من الناس احتمال كبير شافوه لما جه عند المخيم في MIT. وعلى فكرة، كان في ناس نصحوه إنه حتى ما يروحش هناك زي ما قلتي. عارفة؟ بعض المنظمات اليهودية التقليدية أو اللي ليها تاريخ، ممثليهم كانوا بيقولوا ما تروحش هناك، ما تتحداش، ما تواجهش، عدي وخلاص، إحنا نخرج في مظاهرة وإنت ترجع بيتك. بس هو راح على طول وقال عايز أدخل، أنا مواطن أمريكي ودي جامعة، يعني ده مكان عام، ليه ما ينفعش أدخل؟ وهم مش سامحين له، وفي الآخر قدر يدخل. يعني الحاجات دي في حركة يهود الاتحاد السوفيتي كانوا مبدعين جداً في احتجاجاتهم، وأعتقد إن ده هو اللي فعلاً جذب الانتباه للحركة. استخدموا جملاً من الكتاب المقدس فعلاً، زي أطلق شعبي، أنا حارس أخويا، وكان فيه فعاليات إبداعية في الشارع. أعتقد إننا محتاجين نبدأ نفكر في حاجة زي كده برضو. وبصراحة في حركات دلوقتي بدأت تظهر من القاعدة الشعبية، زي الحركة ضد معاداة الصهيونية، أعتقد اسمها عندهم شعارات مبتكرة، وده بالظبط اللي احنا محتاجينه. محتاجين فعاليات أكتر في الشارع، محتاجين مظاهرات أكتر في الشارع. عارفة، الناس غاضبين، عبر عن غضبك قدام الناس، وده مجرد أسلوب واحد. مش بقول إن كل الناس لازم يعملوا كده، أنا بس بدي مثال. عارفة، ما تتبعيش القواعد دايماً، عادي لو أحياناً ما تبعتيش القواعد. أيوة، أظن ده هو المقصود، وده كان تاريخ حركة يهود الاتحاد السوفيتي. تاني أظن كان في تحليل رجعي كتير، وكل الناس تقريبا افتكروا إن الطريقة اللي انتهت بيها هي نفس الطريقة اللي بدأت بيها. هي ما بدأتش زي ما تقول كحاجة المؤسسة اليهودية احتضنتها، ما كانتش حركة جماهيرية في الأول، كانت حاجة بس زي ما تقول البوشيم، المنشقين اليهود هم اللي كانوا بيحتضنوها. وزي ما أنت عارف، بعضهم راح في اتجاهات كويسة وبعضهم راح في اتجاهات وحشة، بس الفكرة إنهم ما كانوش بيلعبوا حسب القواعد، وزي ما أنت عارف ده كان الطريق الوحيد عشان تستمر، لأن اللعب حسب القواعد كان معناه أن الطرف الثاني هو اللي يكسب، لأن عندهم كل القوة، وزي ما أنت عارف ده حاجة ما ينفعش تقبلها. بالظبط. بس بصراحة حتى وإحنا جوه القواعد، أنا مش شايفة إننا بنعمل كل اللي نقدر عليه. عارفة، تاني لو بس أخدنا الاحتجاجات في الشارع كمثال، في حاجات كتير ممكن نعملها جوه القواعد اللي موجودة. عارفة، يعني مهم إننا نخرج بالأعلام الإسرائيلية، بس أكيد في حاجات أكتر ممكن نعملها، حاجات أكتر إثارة وابتكار. يعني في مساحة كبيرة هناك، مساحة كبيرة للتحسين. أيوة، الاستراتيجية اللي بتقترحها بعد كده في كتابك هي رفض دور الضحية، وأنا شايف إن ده نصيحة ممتازة، بس في نفس الوقت ده عكس اللي بيحصل في الثقافة المعاصرة، لأن مش كل الناس اليومين دول بتدور على إنها تكون ضحية. في ثقافة بتمجد دور الضحية وبتحتقر النجاح. أيوة، ده صحيح. على فكرة، حد قال لي مرة إنهم شايفين إن ده أكتر فصل راديكالي في كتابي، وأنا ما كنتش فكرت فيها بالطريقة دي خالص قبل كده. ولسه يعني أنا دلوقتي فاهمة عقلياً ليه ممكن يقولوا كده. بصي، أنا شايفة إن في كذا طريقة. الفصل ده فعلاً مرتبط بالفصل الأول اللي بيقول استرجعي صهيونيتك، لأن الصهاينة عمرهم ما كانوا ضحايا، صح؟ الصهاينة دايماً كان عندهم فكرة إننا نقدر نعملها بنفسنا.
كل الموضوع عن الاعتماد على النفس وعن تحقيق أهدافك. وأنا شايفة إن ده فعلاً هو التغيير في طريقة التفكير، وأنا مش شايفة ليه ما نقدرش نعملها، فخلاص سيبوا الباقيين يغرقوا في إحساسهم إنهم ضحايا. أنا شايفة إنه هيكون أقوى بكتير لو ما عملناش كده، لو بس استعدنا قدرتنا على التصرف ونكمل من موقف قوة بدل ما نكون في موقف الضحية. إيه اللي هنخسره؟ أنا شايفة إنه مفيش فايدة كبيرة في إننا نقاتل أو نحارب علشان ناخد مكاننا في سباق الضحية ده. عارفة، إحنا مش هيدونا مكان هناك أصلاً. الثقافة دي ثقافة الظالم والمظلوم، خلاص متثبتة ومش هتتغير. هنعمل إيه بقى؟ هنروح نحاول نقنعهم؟ لأ، إحنا كمان ضحايا. ده مش موقف قوي نتصرف منه. أيوة، أنا شايف أنك عندك حق تماماً. وأفتكر آسف لو تفتكر كان في جدل في الأوسكار، يعني جوائز الأفلام، من كم سنة لما غيروا القوانين علشان يخلوا الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم لازم تكون متنوعة كفاية. وكثير من الفنانين اليهود اللي لسه عندهم ارتباط بهويتهم اليهودية كانوا بيقولوا استنوا شوية، إحنا كمان عايزين نكون ضحايا. يعني ضمونا معاكم في عقيدة التنوع والإنصاف والشمول عندكم، والباقي يعني رد فعل هوليوود كان أنتوا بتتكلموا عن إيه، واحتجاجاتهم ما جابتش نتيجة خالص. كان الموضوع بصراحة مؤسف شوية. بس مع ذلك يعني كانوا بيقولوا استنوا لحظة، إحنا كمان عايزين نكون ضمن الموضوع. وما كانوش واخدين بالهم إن معنى الشمول في مبادرات التنوع والشمول، الشمول هنا أكيد ما كانش بيشمل اليهود. صح بالضبط. بصي، أنا شايفة إننا وصلنا لمرحلة بقى فيها الفساد المؤسسي واضح جداً، لدرجة إنه بقى صعب حتى نفكر في أي من المؤسسات دي على إنها مرموقة. يعني شوفي مين اللي بياخد جوائز بوليتزر. بصي على نيكولاس كريستوف، واخد بوليتزر مرتين. شوفي هو بينشر إيه. شوفي جريدة نيويورك تايمز بتنشر إيه. مين أصلاً عايز يكون جزء من الهيبة دي؟ أنا شايفة إننا دلوقتي في مرحلة زي ما أنتي عارفة، باري وايس راحت وبدأت جامعة جديدة تماماً مع مجموعة ناس تانية. أنا شايفة إننا في مرحلة لازم نعيد اختراع النظام كله من الأول. ده شيء محبط لأننا إحنا اللي بدأنا هوليوود زي ما أنتي عارفة. اليهود هم اللي بدأوا هوليوود، يعني اليهود كانوا زي ما أنتي عارفة المؤسسين لكل منظمات حقوق الإنسان دي، اللي دلوقتي بتستبعد اليهود وبتشيطنهم. طيب خلاص، هو ده اللي حاصل. يبقى احنا نروح ونبدأ مؤسسات جديدة تلتزم بالقواعد وترفض دور الضحية. أيوة، أظن ده بالضبط الصح. دلوقتي آخر استراتيجية أنت ذكرتيها اسمها أبدأ باليهودي. ده معناه إيه وبيشتغل إزاي؟ بصراحة من وجهة نظري أنا شايفة إن ده فعلاً أصعب الفصول، والفكرة الأصعب في رأيي على كثير من اليهود الأمريكيين اللي بيعتبروا نفسهم من اليسار إنهم يقبلوها، لأن زي ما قلتي السياسة بقت هي الملك. يعني ده بقى الحاجة الوحيدة اللي الناس مهتمة بيها، هي دي الطريقة اللي بيقيسوا بيها كل حاجة، وعشان كده وموقفهم فيها هو اللي بيقيسوا بيه يعني الصح والغلط. في الأساس صح حسب موقفك السياسي. وعشان كده أنا بقول للناس كمان حاولوا تخففوا سيطرة السياسة عليكم. عارفين، في حاجات تانية كمان مهمة جداً، وده كمان ليه علاقة بطريقة نظرتنا لإسرائيل، لأن معظم الكلام عن إسرائيل بيكون عن السياسة بس. عارفين، لدرجة إني فعلاً أعتقد إن ده مقصود بطريقة ما، يعني اللي بيقودنا في الحوارات دي عايزها تفضل كده. عارفين، مش عايزة أبان إني مؤمنة بنظرية المؤامرة هنا، بس فعلاً كأن الحاجة الوحيدة اللي الناس بتتكلم عنها هي مين اللي بيحكم إسرائيل. فلو هم بيكرهوا بيبي نتنياهو، يبقى كده هم بيرفضوا إسرائيل كلها. عارفين، في حاجات كتير أكتر من السياسة في إسرائيل. في طرق كتير ممكن تتواصل بيها مع إسرائيل غير السياسة. الصهيونية فيها حاجات كتير. أنا شايفة أن الصهيونية بقيت أعرف الصهيونية مؤخراً إنها الانتماء للشعب. بالنسبة لي، الصهيونية تعني الانتماء إلى الشعب اليهودي. فيه طرق كتير قوي للارتباط بانتماء الشعب اليهودي، وملهاش أي علاقة بمين اللي ماسك السلطة أو النظام السياسي في إسرائيل.
وعلشان كده في الفصل ده أنا هتكلم عن ترابوس كاستنباوم اللي أنا ذكرتها قبل كده، وكمان عن مثال ناثان شارانسكي. ناثان هو شخص زي ما أنتم عارفين، وأنا ممتنة له جدا لأنه كتب المقدمة للكتاب. هو شخص دايما كان بيحط هويته اليهودية في المقدمة. بالنسبة له هو دايما كان بيشتغل، ودايما كانت هويته اليهودية والشعب اليهودي في مقدمة تفكيره. عارفين، أو بالأحرى ده كان دايماً هو اعتباره الرئيسي وفكرته الأساسية. ولما نبص على الدافع الرئيسي ليه، ولما نبص مثلاً على شابوس اللي بدأ وهو شاب صغير كديمقراطي مسجل، وأعتقد إنه صوت لبيرني ساندرز ولسه بيعتبر نفسه تقدمياً من ناحية قيمه. بس بعدين لما واجه اللي واجهه بعد 7 أكتوبر، وصل لاستنتاج إن الحزب اللي كان دايماً بيصوت له مش بيدعم الشعب اليهودي، وعشان كده غير انتمائه. يعني وهنا العملية كانت تدريجية وصعبة عليه. ولما بتكلم عن الموضوع ده دايما بقول إني مش بشجع على الرحلة دي بالذات. أنا مش هنا برسالة حزبية خالص، أنا بس اللي بقوله هو هنا في شاب بدأ رحلة صادقة في إنه يراجع إيه اللي أهم بالنسبة له، وفي النهاية وصل لاستنتاج إن هويته اليهودية هي اللي مهمة بالنسبة له. ارتباطه بإسرائيل وبالشعب اليهودي هو اللي مهم بالنسبة له، وهو بياخد قراراته السياسية على الأساس ده. وعشان كده أنا بدعو لنوع زي ده من الفحص الصادق والموضوعي. ما تبقاش منحاز حزبياً قوي بالمعنى الأمريكي الحزبي السياسي لدرجة إنك مش قادر تشوف أي حاجة تانية ورا ده أو أبعد من كده. أيوة، أظن ده مهم جدا. عايز أرجع لحاجة أنت لمحت ليها قبل كده، وهي المشكلة إن معظم الناس زي ما أنت عارف ما عندهمش الشجاعة إنهم يتكلموا ويظهروا نفسهم. عارف، الموضوع صعب جدا. وإزاي الناس اللي مش عايزين يبقوا مستهدفين، عارف، اللي مش عايزين يكونوا أبطال ولا حتى يلفتوا الانتباه. معظم الشباب زي ما أنت عارف مش هيحبوا يندمجوا مع الباقيين. ده زي ما أنت عارف معظم الناس كده يعني، بس الاستثناءات هم اللي مستعدين يكونوا مختلفين عن الباقيين، زي المسمار المربع في الفتحة الدائرية. تاني، ازاي الطالب اليهودي العادي او الشاب ازاي قدروا يقاوموا؟ ازاي بقوا رافضين بطريقتهم الخاصة؟ بصي، هقولك الأول بكلام واحدة من الشباب اللي قابلتهم، أليسا بيرنشتاين، اللي قالت: بصي، اعملي حاجة بسيطة، اعملي حاجة يهودية بسيطة، اعملي حاجة يهودية حتى لو بسيطة جدا، تربطك بديانتك اليهودية، تربطك بهويتك اليهودية. ولعي شموع السبت اليهودي مش لازم حد يشوفهم. عارفة، البسي نجمة داوود بتاعتك، مش لازم تظهريها، مش لازم تلبسيها بره، البسيها عليكي علشان تبقي عارفة إنها موجودة. عارفة، زوري إسرائيل، اتواصلي مع ناس تانية بيفكروا زيك. عارفة، ما تعزليش نفسك وتفضلي تفكري لوحدك، اتواصلي مع يهود تانيين. عارفة، في يهود كتير بيعتبروا نفسهم يهود الثامن من أكتوبر، واللي اكتشفوا فعلاً، ومنهم شباب كمان، إن ارتباطهم بهويتهم اليهودية مهم جداً ليهم، وعشان كده هم فعلاً بيروحوا وبيعززوا الارتباط ده. وده جزء من فكرة الفصل بتاعي عن إنك تلاقي أصحابك اللي بيشاركوكي نفس القضية. اتواصلي مع ناس تانيين، ما تبقيش لوحدك. اعملي دايرتك الصغيرة الخاصة بيكي، مش لازم تتعرضي للعالم كله، لكن المهم إنك تفضلي محافظة على النور ده جواكي. أيوة. دلوقتي في كتابك أنت ذكرت فصل تاريخي أنا شايف أنه ليه علاقة كبيرة باللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، واللي هو زي ما أنت عارف أن دائما في عدد معين من اليهود ممكن يتم تجنيدهم علشان يعملوا الشغل الوسخ بتاع المعادين للصهيونية والمعادين للسامية، وده فعلا حاصل النهاردة. بس أنت أشرت في كتابك لتاريخ سابقة مهمة لليهود اللي تكلموا ضد إسرائيل في تاريخ الاتحاد السوفيتي والشيوعية. ممكن تحكي لنا عن اليهود اللي نفذوا أوامر النظام السوفيتي المعادي للسامية في بدايات الشيوعية وكمان في السبعينات؟ لأن ده فصل من التاريخ أظن أن أغلب اليهود الأمريكيين يعرفوا عنه قليل جدا.
بص، أنا ببدأ بقصة البوند والفيفسيكتابسيا اللي هي القسم اليهودي في الحزب الشيوعي. دي قصة في الحقيقة ليها علاقة كبيرة جدا بالنهاردة، لأننا عايشين في فترة فيها حنين غريب للبوند. عارفة، في كتاب جديد لسه نازل عن البند وإزاي كان رائع بطريقة ما، وكل اليهود اللي ما كانوش عايزين يبقوا صهاينة وكلهم كانوا بيحلموا مع بعض، يعني التضامن اليهودي والحاجات دي كلها. يعني أول حاجة، ده تحريف وتشويه حقيقي للبند، لأن البند في الحقيقة كان قومي. عارفة، هم كانوا بس عايزين يبقوا قوميين في الشتات. فالاشتراكيين النهاردة اللي بيتمنوا البوند، الاشتراكيين اليهود اللي بيتمنوا البوند وبيقولوا إحنا ضد القومية علشان كده عايزين نبقى بنديين. بصراحة عارفة، هيستغربوا لو فعلا عرفوا البنديين كانوا إيه. بس القصة موجودة من غير ما أدخل في تفاصيل كتير، هي إن أعضاء البوند اتجندوا من قبل البلاشفة من حزب لينين علشان ينضموا للأقسام اليهودية دي، اللي مهمتها الأساسية إنها تجيب اليهود الروس معاهم. دي الحكومة السوفيتية، القسم اليهودي، اللي هو زي ما تقول كده حزب شيوعي جوه الحزب الشيوعي اللي بيحكم بالفعل زي ما انت عارف الاتحاد السوفيتي. بالظبط، ده كان بعد ثورة 1917 على طول وفي أوائل العشرينات. والأقسام اليهودية دي اللي معروفة باسمها الروسي يوفسكتاتسيا، وده اسم صعب شوية في النطق بس حبيت أذكره. يعني هم فعلاً عملوا حاجات فظيعة. عارفة، هم اضطهدوا وهاجموا 3 حاجات بالذات: هاجموا اللغة العبرية، وهاجموا الصهيونية، وهاجموا الديانة اليهودية، وهم عايزين يقضوا على ال3 دول تماماً. عارفة، وكمان دي فرصة ليهم إنهم يضربوا أعدائهم القدامى الصهاينة، لأنهم كانوا أحزاب متنافسة قبل الثورة، وعشان كده هم بيضطهدوا الاتنين وبيقضوا على اللغة العبرية وبيقضوا على الدين. وجزء كبير من ده زي ما انتي عارفة مدعوم جزئياً من البرنامج الشيوعي العام وأهدافها، وجزء منه بس هو حماسهم الشخصي. بس اللي بيحصل في الآخر زي ما انتي عارفة إن أعضاء البند اللي بينضموا للحزب الشيوعي في الآخر وبرضه مش دوليين كفاية بالنسبة للشيوعيين. الشيوعيين الروس اللي بيشوفوهم كده يعني بيقولوا دول لسه يهود، لسه قوميين يهود، وفي الآخر بينتجوا في نفس المعسكرات مع الصهاينة. فيه رفقاء صهاينة كانوا بعتوهم للمعسكرات دي قبل كده. يعني زي ما انتي شايفة، ده مثال مؤثر جدا على اللي بيحصل لما اليهود ينضموا للحركات العالمية والدولية دي، لأنه في الآخر يهوديتهم مش بتتقبل خالص. واللي بيحصل بعد كده هو إنه طبعاً بعدين بيجي الهولوكوست اللي قضى على الكل. في الأساس يهود الشتات اللي كانوا في الأراضي اللي احتلها النازيين في بولندا وأوكرانيا، ودي كانت الأراضي اللي حركة البوند كانت فاكرة إن اليهود هيعيشوا فيها في الشتات. وفي النهاية الصهاينة هم اللي أنقذوا الموقف. عارفة، الصهاينة هم اللي كسبوا في الصراع الرهيب ده اللي بدأت في أوائل القرن العشرين، وهم اللي جابوا واللي أسسوا واللي حققوا برنامجهم السياسي. هم اللي أسسوا الدولة، هم جابوا بقايا يهود أوروبا للدولة وكملوا ينقذوا يهود الشرق الأوسط. عارفة، يهود شمال أفريقيا. هم فعلاً وفي الآخر أنقذوا يهود الاتحاد السوفيتي، صح؟ لما الاتحاد السوفيتي انهار، وحتى في السبعينات اليهود راحوا فين؟ راحوا لإسرائيل، بعضهم راح أمريكا، بس الأغلبية في الآخر انتهى بيهم الحال في إسرائيل. فعارفة، الحنين للبوند ده تقريباً حاجة كئيبة، عارفة؟ لأنه مجرد قصة البوند بتنتهي بإبادة جماعية، بتنتهي بإبادة اليهود، في حين إن الصهاينة خلقوا ثقافة نابضة بالحياة ولسه مستمرة، عارفة، وبتنتج الثقافة المدهشة اللي عندنا في إسرائيل النهاردة. وبعدين هقول بسرعة كده، عارفة، النظام السوفيتي فعلاً كان بيعرف إزاي يتلاعب بالهوية اليهودية. ولما الدعاية المعادية للصهيونية بدأت بعد حرب 67، حرب ال6 أيام، كمان جندوا يهود علشان يتكلموا ضد الصهيونية. واليهود دول طبعاً بيتقال لهم يقولوا إيه؟
الدولة هي اللي بتختارهم. بطريقة ما ممكن تقول إن ما عندهمش اختيار، بس في الحقيقة عندهم اختيار. كانوا هيضحوا بمستقبلهم المهني، بس كانوا يقدروا يقولوا لأ، لكن ما عملوش كده، مشوا مع الدولة. وعلشان كده أنت عارف، بصراحة ناس كتير عملوا كده في الثقافة السوفيتية برضو زي ما انت عارف، يعني هو ده الموضوع. كلهم كانوا ضحايا بشكل ما، بس أكيد ما كانوش أبطال. أيوة صح طبعا أيوة. لا ده مفهوم، ممكن يتفسر بس كمان محبط. وأنا عارفة إن الرافضين السوفييت كانوا بيبصلهم، هم أكيد ما كانوش بيحترموهم. صح. عارفة. وبعدين في الثمانينات اتأسست اللجنة المناهضة للصهيونية التابعة للجمهور السوفيتي، ودول كانوا بالكامل من صنع الكي جي بي، وكانوا بيتكلموا مع اليهود في العالم كله، وكانوا بيتكلموا مع اليسار العالمي. واللي مثير للاهتمام إنه اليسار العالمي صدقهم على طول. اليسار العالمي، وده بيشمل اليهود اليساريين كمان، كانوا بيقولوا بصوا، اليهود المعادين للصهيونية في الاتحاد السوفيتي بيقولوا إن مفيش معاداة للسامية في الاتحاد السوفيتي، وبيقولوا إن اليهود السوفيت مش عايزين الصهاينة ومش عايزين إسرائيل ومش مهتمين بأي هجرة، وفعلاً مصدقينهم في الكلام ده. عارفة، دي كانت أكاذيب من الكي جي بي حرفياً. اللجنة دي كانت واجهة للكي جي بي، فعارفة ده اللي حصل، وده حصل على مر التاريخ، في تاريخ طويل جداً للموضوع ده. عارفة، ولسه لحد النهاردة بنشوف اليهود بيتستخدموا وبيتم التلاعب بيهم بنفس الطريقة من ناس كتير معادية للسامية، اللي بيأسسوا مجموعات زي يهود من أجل، يعني اختاري أي اسم. طبعاً الوضع مختلف دلوقتي، لأنه اليهود في أمريكا بيعملوا كده باختيارهم، يعني مفيش حد بيجبرهم يعملوا كده، فالقصة هنا مختلفة. بس كمان أنا شايفة إن في كتير من الأوقات اليهود دول مش دايماً عندهم معلومات كفاية، خصوصاً الشباب، فهي صورة معقدة، الموضوع معقد شوية. ايوه، هي مأساة، وزي ما قلت دلوقتي يعني استخدام تاريخ الباند الاشتراكي اليهودي كسلاح ضد اليهود الصهاينة. النهارده البوند زي ما انت عارف ما كانش في صف الناس اللي بيخططوا لإبادة اليهود، يعني هم كانوا الضحايا بتوع الناس اللي كانوا عايزين يرتكبوا إبادة جماعية بحق اليهود، على عكس اليهود المعادين للصهيونية النهارده اللي في الأساس بيعملوا الشغل الوسخ بتاع حماس وإيران وخلفائهم. وأنا شايف إن الفكرة إنهم كانوا زي ما حضرتك قلت إن في بديل للصهيونية فكرة مضللة جدا، يعني بالطريقة دي رغم إنهم كانوا خصوم سياسيين كان عندهم رؤية مختلفة تماما، لكن فكرة إنك تقول معاداة الصهيونية وإن البوند اللي انتهى وسط رماد الهولوكوست وفي الجولاج هو البديل، دي فكرة غريبة جدا. ده تقريبا يعني زي طائفة بتعبد الموت. البوند زي ما أنت عارف جزء من تاريخ موت اليهود. الصهيونية كانت أنها تدي حياة اليهود زي ما أنت عارف فرصة جديدة للحياة، ورفضها بالطريقة دي حاجة ضد المنطق جدا يعني بالنسبة لي. التشبيه مع الاف سي اي زي ما انت عارف اللي عملت FTI, which did the الشغل الوسخ بتاع ال NKVD وبعد كده ال KGB، التشبيه ده مناسب جدا. أكيد، أيوة، دي نقطة مهمة جداً. وطبعاً البوند ما كانش في صف الناس اللي كانوا، يعني باستثناء اللي في سكتاسيا، القسم اليهودي كان في صف الناس اللي فعلاً كانوا ضد اليهود، بس ده كان جزء صغير. بشكل عام طبعاً بالظبط، البوند البونديين ما كانوش في صف الصهاينة اللي بيحاربوا علشان حياتهم في جيتو وأرسو. يعني دي الحقيقة عن نهاية البندية. دلوقتي أيوة، مع انتشار معاداة السامية ومعاداة الصهيونية في ثقافتنا الشعبية وسياساتنا اليوم، كتير من اليهود فعلا يائسين من المستقبل. بس أنت ختمت كتابك بنبرة تفاؤل لما ذكرت نجاح إسرائيل، وليه؟ ده معناه أن الجيل ده يعني محكوم عليه يكون جيل معاداة للصهيونية. الصهاينة محكوم عليهم بالفشل، زي يعني الناس في الكي جي بي اللي كانوا فاكرين أنهم حيقدروا يهزموا إسرائيل. يعني أنت فعلا مصدق
إن التاريخ في صف إسرائيل، في صف الصهيونية، ومش في صف الأصنام بتاعة الثقافة الشعبية اللي كل الناس باين عليهم بيعبدوها؟ بص، أنا بس بختار الأمل يعني. آتي كفة. إيه اللي ممكن أعمله غير كده يعني؟ بس أنا فعلا مؤمنة بصي، أنا في الأساس مؤمنة إن الحقيقة في الآخر هي اللي بتنتصر. عارفة، إحنا بنواجه مشكلة حركة مناهضة الصهيونية، وهي إنها راكبة موجة جبارة من الأكاذيب. عارفة، الأكاذيب دي اتجمعت واتعملت على مدار عقود من الاتحاد السوفيتي، وهم تبنوها وبعد كده طوروا أكاذيبهم الخاصة على مدار العقود اللي بعد كده. عارفة، فعلا حاجة مذهلة لما تبصي عليها وتدركيها. بس يعني لما تبصي على الكراهية اللي اليهود في الغرب بيواجهوها، ولما تدركي إن كل ده مبني على كذبة، يعني زي الكذبة عن الإبادة الجماعية في غزة مثلاً، هي بس كذبة، صح؟ وأقصد دايماً الاتهامات الباطلة ضد اليهود دايماً كانت مبنية على أكاذيب. فأنا مش بقول إن الموضوع هيكون سهل، ومش بقول إنه هيكون سريع، بس فعلاً أعتقد في الآخر الحقيقة هتنتصر. يعني إزاي غير كده ممكن يحصل؟ عارفة، وهقول حاجة تانية. أنا فعلاً فكرت كتير في السؤال ده عن المجتمعات اللي سيطر عليها معاداة الصهيونية في الماضي. دايماً في الآخر، وده اللي وولف قالت عليه وأنا متفقة معاها تماماً، إنهم في الآخر دايماً بقوا غير متوافقين مع الحياة اليهودية. ده حصل في الاتحاد السوفيتي وفي الدول العربية، ده حقيقي 100%. فبنبدأ نسأل نفسنا، هل ده هيحصل في أمريكا كمان؟ وهنا أنا برضو عندي شوية تفاؤل أكتر من اللي ممكن يبقى عندي لو كنت ببص على التاريخ، وده علشان أمريكا بلد متنوعة جدا، هي مش مدارة بالكامل من المركز. عارفة، كل ولاية بتعمل سياستها بنفسها، وبتشوفي اليهود بيهاجروا من نيويورك لميامي، صح؟ عشان الثقافة هناك أرحب. أنا شايفة وفي أمريكا عندنا قاعدة جماهيرية قوية جداً، زي ما كنا بنقول قبل كده. اللي فاهمين ده، الموجة المجنونة دي من شيطنة الصهيونية جزء من منظومة واحدة مع معاداة أمريكا ومعاداة الغرب ومعاداة الرأسمالية ومعاداة كل حاجة أمريكا بتمثلها. وأنا شايفة إن الناس دي مستعدة تحارب الموجة والثقافة دي. الثقافة دي متغلغلة جداً، بس أنا شايفة إن إحنا نقدر نحارب ده، وأنا مش شايفة إن النتيجة محسومة أو كده يعني. فبصراحة أنا متفائلة. أيوة، بصراحة أنا كمان متفائل زيك. عارف، أنا شايف أن الولايات المتحدة يعني الأمريكان هزموا الألمان مرتين، وكمان هزموا الشيوعية الروسية. مش حيتهزموا من ناس زي الغوغاء في الجامعات وأنصار ثقافة الووك. إيزابيلا، شكراً تاني إنك انضمتي لينا. إزاي مشاهدينا ومستمعينا يقدروا يحصلوا على نسخة من كتاب كن رافض، وإزاي يقدروا يتابعوا شغلك؟ ممكن تلاقوا الكتاب على أمازون، وأنا موجودة على تويتر على إيسا تبرو. أنا في الأغلب موجودة على فيسبوك، وبرضو موجودة شوية على إنستغرام، بس غالباً يقدروا يلاقوني على تويتر. تمام، عظيم. شكراً جداً إنكم استضفتوني، كان من دواعي سروري إني أتكلم معاكم. شكراً ليك، وكمان عايزين نشكر جمهورنا. من فضلكم افتكروا تابعوا جوناثان توبين ديلي إديشن كل يوم، واللي تقدروا تسمعوه في أي مكان بتسمعوا فيه البودكاست بتاعتكم. وسواء كنتوا بتسمعونا على أي منصة من دول، أو بتتفرجوا علينا لايف على فيسبوك أو إكس، أو على قناة JNS على يوتيوب، من فضلكم اعملوا لايك أو اشتركوا في JNS واضغطوا على الجرس عشان يوصلكم الإشعارات، وادونا تقييم كويس. من فضلكم ابعتوا لنا على thinktwice@jns.org وقولوا لنا بتسمعوا أو بتتفرجوا على البرنامج فين وإيه رأيكم فيه. حابب أخذ لحظة وأقول إن الشهر ده إحنا بنحتفل ب5 سنين على بداية البودكاست ده، اللي كان أول بودكاست من البودكاستات الكتير اللي بقت موجودة دلوقتي على JNS TV. شكر خاص للمنتج زاك سيكرمان وناشري JNS، والكل واحد فيكم على متابعتكم وسماعكم لينا كل أسبوع على مدار السنين اللي فاتت، ونتمنى نكمل معاكم كذا دايما. فشكرا أنكم معانا، وفكروا دايما بنفسكم واستمروا في القراءة، وهنشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.